كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد. تحدثنا في اللقاء الماضي عن الدعاء وأهميته في الوصول إلى القلب السليم. وعندما نتحدث عن الدعاء كإحدى مقومات وطرق وسائل توصل الإنسان إلى القلب السليم، يجدر بنا التوقف عند سؤال الغالبية من الناس. فالله أمرنا بالدعاء، وليس لنا إلا الله، ونحن فقراء إلى الله الغني، لكننا ندعو وندعو 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 ولا يستجاب لنا. حديث اليوم عن مشكلة الناس في استعجالهم بعدم استجابة الدعاء، أو في عدم فهمهم وإدراكهم لقضية عدم قبول الدعاء. وهذه المشكلة أيها الأحبة ليست مشكلة طارئة اليوم على الناس، بل هي قديمة تتجدد. والإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله يعالج هذه القضية باختصار شديد في الإجابة على لما لا يستجاب لنا. الشيخ ابن القيم وهو المتخصص في طب القلوب يقول: الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، كالسيف كالرمح، بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. يعني القوة والإمكانيات ليست في الحديد الذي يصنع منه السيف فقط، وليست في متانة وجودة نوعية السيف فقط، فالضارب والعسكري وقوة ضربته هي أيضا لها تأثير. فيقول رحمه الله: الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، فالسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح تاما لا آفة به، والساعد قوي والمانع مفقود، حصلت به النكاية. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. يعني متى ما كان قوة الساعد مفقودة، أو قوة صناعة السيف مفقودة، أو الاثنان موجودان لكن هناك مانع، لم يكن هناك نكاية بالعدو. هذه المقولة الكريمة للشيخ ابن القيم رحمه الله يبين لنا أن للدعاء أحوالا وآدابا وأحكاما يجب توفرها في الداعي وفي الدعاء أيضا، وابتعاد عن موانع قبول الدعاء من قبل الله عز وجل. ومتى ما توفرت هذه الشروط كانت الاستجابة من الله ربنا بيقين. وهذا اليقين ليس اعتباطا، وليست مجرد كلمة تقال، بل منشأ هذا اليقين الذي في القلب هو يقين بوعد الله عز وجل الذي قاله في كتابه الكريم بالاستجابة للدعاء: والله لا يخلف وعده. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة،
فالإجابة الله سبحانه وتعالى تكفل به. إني لأحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. كيف ذلك؟ لأن الإجابة قد تكفل الله بها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فربنا سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين العبد واسطات لرفع الدعاء. سبحان الله، لو تأملتم القرآن الكريم فإن من عادته عندما تأتي في أي آية من آيات القرآن سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم بقل، أي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى الإجابة. انظر على سبيل المثال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هكذا هي عادة القرآن في الإجابة على السؤال. يطلب الله سبحانه وتعالى من نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يجيب بقوله قل، إلا في آية الدعاء فإن الله تعالى تولى الإجابة بنفسه ولم يطلب من نبيه قل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذا سألك عبادي عني. كان من المفترض على عادة القرآن الكريم أن يقول قل إني قريب. إذا سألك عبادي عني قل إني قريب. لكن الله سبحانه وتعالى أخلف القاعدة في الدعاء ولم يجعل واسطة بينه وبين عباده، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى قريب من عبده، وهو إيذان بخير عظيم وعطاء جزيل. على لسان نبي الله صالح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض، أي هو ابتدأكم وخلقكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب من عبده إذا أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة، فإن ربي مجيب له في الدعاء. في الحديث الذي سبق معنا والذي يرويه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما صفرا خاليتين. إذن نحن لا نحمل هم الإجابة، فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بها من خلال وعده، والله عز وجل لا يخلف الوعد. لكن مشكلتنا في الدعاء أننا لا نحسن الدعاء ولا شرائطه، ولذلك تبقى الشكوى مستمرة، ندعو وندعو 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 ولا يستجاب لنا. لا يستجاب لنا لأننا لم نحقق شروط الدعاء. طيب، ما دام لا يستجاب لنا لأننا لا نحقق شروط الدعاء، فما هي هذه الشروط؟ الأول، الشرط الأول أن لا تكون مضيعا لفرائض الله ولا مرتكبا لمحارمه ومعاصيه. يعني هل يعقل
أن تطلب من الله عز وجل العون والمدد من الله وأنت تبادره بالإجرام والعناد؟ لا يمكن. نحن حتى في أمثالنا الشعبية نعيب على الشخص الذي يأكل عند قوم ويعيب عليهم، يقول الناس تقول قاعد في حضننا وتنتف بالحيتنا. لا يمكن أن تطلب العون والمدد من الله عز وجل وأنت تبادره بالإجرام والعناد. نحن في أعرافنا الدنيوية ليس من منطق العقلاء بل ومن المعيب والمستهجن أن تلجأ إلى قوي وتطلب منه العون وأنت تحاربه، ولله المثل الأعلى. هذه نقطة مهمة جدا. تأمل في قصة نبي الله يونس، وهذا مر معنا في السابق، وهو نبي عندما كان في ظلمات البحر وظلمة البطن الحوت وظلمة الليل التجأ إلى الله عز وجل طالبا العون والمدد. الله استجاب له. تأمل لما استجاب الله دعوة نبيه يونس. الله سبحانه وتعالى ذكر سبب الاستجابة في القرآن فقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي لولا أن يونس كان من عباد الله المخلصين، من عباد الله التائبين، من عباد الله الذين لا يعصون الله فيما أمر، للبث يونس في بطن الحوت إلى يوم القيامة. فلولا أنه يونس كان من المصلين قبل البلاء الذي ابتلي به من العقوبة بالحبس في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. ولكن كان من الذاكرين قبل البلاء فذكره الله في حال البلاء فأنقذه ونجاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكيف تريد من الله عز وجل أن يستجيب لك دعاءك وأنت لم تقترب إلى الله عز وجل مرة؟ كيف تريد أن يمدك الله بمدده وعونه وأنت لم تتعرف على الله لحظة من لحظاتك ولا سكن من سكناتك؟ فرعون عندما أدركه الغرق آمن بالله عز وجل، لكنه كان إيمان خوف من الغرق، فلم ينفعه ذلك الإيمان لأنه لم يتعرف على الله في حال الرخاء، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كان الجواب: الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين. إذن الله سبحانه وتعالى ذم في كتابه العزيز من لا يلجؤون إليه ولا يرفعون إليه أيديهم في حالة الرخاء ولا يتعرفون عليه في حالة الرخاء، فقط يجأرون بالدعاء في حال المصيبة. انظر إلى الله عز وجل عندما يقول عنهم: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. عندما تأتيه المصيبة يبدأ في إلحاحه بالدعاء، لكن قبل تلك المصيبة ما تعرف على الله لحظة. الشرط الثاني أن تدعو بحالك وليس بمقالك. الدعاء بالحال وهو حال المضطر، وذلك حين يلجأ الإنسان المؤمن إلى الله عز وجل بعد أن يستنفذ كل الأسباب التي منحها سبحانه له ويتجرد من كل حول وقوة إلى حول الله عز وجل وقوته، هنا يستجاب الدعاء. ولعظيم هذه الدقيقة كانت وصية العارفين للناس من حولهم. ابن عطاء الله السكندري يقول: ما طلبك لك شيء مثل الاضطرار
ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. يعني لا يوجد هناك واسطة تطلب منك من الله عز وجل استجابة الدعاء كما واسطتك في الاضطرار. حالة الاضطرار وهو التجرد عن الكل والالتجاء إلى المولى عز وجل هي التي تجلب لك القبول. ذنون وهو أحد مشايخ أهل السلوك عندما سئل عن الاضطرار في حال الدعاء قال: هو قطع العلائق عما دون سوى الله عز وجل. يتشكل الاضطرار من قلب حاضر خاشع لله منكسر متجرد عن كل ما سوى الله، ومن لسان لحوح. ولذلك قيل: إنما كان طلب العارفين بلسان الحال لا بلسان المقال. الإمام الترمذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. لا، عدم حضور القلب سبب في عدم استجابة الدعاء. لذلك عندما سئل الإمام أحمد بن حنبل: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة. كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من القلب، من قلب حاضر، من قلب خاشع. الشرط الثالث هو انتفاء الموانع، وأهم وأعظم مانع للدعاء مع قلبك الحاضر ومع صلاتك التي تصليها هو المال الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنى يستجاب له؟ الإمام الطبري يروي عن عبد الله بن عباس قال: تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه العمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. هنا النقطة المهمة أن يكون الداعي قبل الدعاء حتى تحصل على استجابة الدعاء أن تتعرف على الله في حال الرخاء، وأن تدعو بقلب حاضر خاشع لله عز وجل، وأن لا يكون هناك حواجز وموانع بين الدعاء واستجابة الدعاء كالمال الحرام. هنا تبقى نقطة في غاية الأهمية، أنه أحيانا مع تحقيق هذه الشروط رجل يتعرف على الله عز وجل في حال الرخاء بعيد عن الحرام، يدعو من قلب خاشع في حالة الاضطرار، يؤدي الفرائض منكسر القلب مبتعد عن الحرام، مع ذلك لا يستجيب الله له دعاء. هذه نقطة تحتاج إلى تفصيل نؤجله إلى الغد لنشرحه بإذن الله تعالى تحت حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري التي يقول فيها: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. كيف أعطاك فمنعك؟ وكيف منعك فأعطاك؟ هذا ما نخوض فيه يوم غد، وإلى غد إن كتب الله لنا الحياة مع الأحياء وقسم لنا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.